السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بقناتي يلا نطبخ مع ميسا. اليوم حاعملكم هالاكلة الطيبة كتير اسمها فراني. بيعملوها عنا عادة كانوا بالشام برمضان، وهلأ صاروا بيعملوها يمكن كل المواسم. شوفوا معي هاي عجين، انا عملت لحم بعجين وقام زاد عندي عجينة فردتها مثل ما شايفين رقيقة. وبعدين شو بدي اعمل؟ لازم تكون كتير رقيقة، قصيت الاطراف مشان ما يكون عندي اطراف سميكة، وهلأ بدهنها بالمي مثل ما شايفين هيك بالفرشاية او بايدكم او باي شيء. فيك اذا عندكم بخاخة تبخوها شوية مي. شايفين انا عم حاول اني ادهنها كلياتها منيح بالمي، بس مي على الحل. وهلا برشلها رشة ملح مشان تعطيها هيك طعمة شوي طيبة، ان الملح بيعطيها طعمة. وهي حبة البركة او الحبة السوداء مثل ما في البعض بيقولوا لها، بنرش عليها حبة البركة. مشان هيك نحن دهنا المي لأنه بدنا هدول الأشياء تلزق عليها. وهذا يانسون حب كمان برشوا عليها. بترشوا الكمية اللي بتحبوها، أنا بحبها يكون عليها كتير منيح. هن والله بالسوق وقت كانوا يعملوها ما يرشوا كتير. وها آخر شي سمسم مثل ما شايفين، برش لها سمسم. شايفين كيف حطيت عليها حبة البركة ويانسون وسمسم، عبيتها كلياتها. هدول هلأ بيلزقوا عليها لأني حطيت لها مي بالبداية. وبسقبها بالشوكة مثل ما شايفين مشان ما تنتفخ معي بالفرن. سقبها كلياتها. هي العجينة أنا رقيتها كتير رقيقة، يعني مثل خبز الصاج أو خبز التنور. قديش بيبقى رقيق هيك يعني عملتها. ومثل ما قلت لكم قطعت الأطراف وسويتها بشكل مدور إنه ما تطلع سميكة. وعم ورجيكم هون الشوبك اللي أنا بستخدمه، حبيت أنصحكم فيه. أنا أول ما كنت روح شوفه بالمحلات لاقيه كتير تقيل، هو معمول من الرخام مصنوع. لاقيه كتير تقيل وقول هلا بيتعبني هذا لأنه كتير تقيل. بعدين وقت اللي اشتريته إنه كتير بنصحكم فيه، كتير سهل بيساعدكم برق العجين لأنه هو تقيل، بيرق العجين معكم بسهولة. كنت كتير اتعب بالخشب ما يرق معي بسهولة، هذا كتير كتير ظريف بنصحكم فيه. حبيت ورجيكم اياه. وهلأ شوينا الفراني مثل ما شفتوا على أعلى حرارة عندكم بالفرن بتشوها، ولازم هيك تتحمر مثل ما شايفين. شوفوا هاي هلأ عم ناكلها، اسمعوا القرشة. كتير طيبة، فيها اليانسون، طعمة اليانسون وحبة البركة. نكهة كتير لذيذة. بتتاكل مع زيتون مع جبنة. هي قرص تاني عملته بتاكل مع زيتون مع جبنة مع أي شي بتحبوه. حتى ممكن تتاكل هيك لحالة. أنا والله بناكلها نحن هيك لحالة بدون شي، مأمرة وطعمتها كتير طيبة. إن شاء الله بتنال إعجابكم. وهي من ذكرياتنا من الشام، ورمضان حصرا كانوا يجيبوها أكتر شي. هلأ صارت متوفرة. شوفوا شلون حتى لو عملتوا هيك ما بيهر من عليها السمسم وحبة البركة، لأنه نحن حطينا مية عليها قبل ما نحطن عليها، قبل ما نرشن عليها. وصفة سهلة اليوم وبسيطة، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. ومثل ما قلت لكم أنا كنت عاملة لحم بعجين وزاد عندي هالشقفة العجينة، وحبيت إني أعملها. وفكرة كتير حلوة للعجين اللي بيزيد عندكم إذا خلصوا الحشوات. وهيك إن شاء الله تكون هالوصفة تحبوها وتجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.